حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. ونبدأ مع بعض روتين النهاردة. يوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية على عرفات متجمعين. ويلا هقول لكم لازم نعمل ايه. اول ما نصحى من النوم بمسك الاسفنجة دي، بحط شوية سائل وبلمع الحوض زي ما حضراتكم شايفين. بفتح شبابيك البيت كلها، ولو في تندة برفعها علشان الشمس تدخل جوه بيوتنا وتمليها بركة. بعد كده بفتح على إذاعة القرآن الكريم، أحسن حاجة وبتديكي طاقة إيجابية سماع القرآن الكريم. ومن عادات يوم الجمعة عندي البخور، بيخلي البيت ريحته حلوة قوي، وكمان بيطرد أي طاقة سلبية، ولو في ناموس أو حاجة بيمشي بعيد وبيخرج. كمان لما تيجي تولعي الفحماية، ولعيها حتة صغنططة علشان لما تيجي تحط البخور ما يبقاش ريحته جامدة قوي على الأطفال. مشيتها كده في البيت، في أوضة الأطفال عندي، مشيتها كده حوالين السرير. لازم لما تيجي تبخري أو تدهيني معطر تقربي من المفروشات وكمان من الملايات والستاير، هتلاقي بعد كده بيتك كله بخور. وترفعي كده المبخرة عند الشباك، الهوا يجي ويدخل كده في المبخرة يدي ريحة حلوة قوي. بعد كده غيرت الملايات والمراتب القطن دي ما يعلاش عليها، تنضفيها تبقى زي الفل. بعد كده فرشنا الملاية، ولازم تضربي الملاية دي كم مرة، المرتبة كم مرة كده تطلع أي تراباية. وفرش الصيف إجا بقى الكوفرتة بتاعت مصر كلها. وفرشت أوضة العيال، فرشتهم بقى كمان الكوفرتات الصيفي. عملنا بقى الغدا النهاردة السردين، لقيته صغير كده وحلو، قلت ما نجيبه نحمره ومنه هعمل لكم فجأة حلوة قوي. في ناس بتغسل السردين وبتقليه كده، بس انا بحب انضفه على طول علشان النظافة دي احلى، عشان العيال ما تقرفش. شلنا البطن كده وقطعنا الدماغ، هو بيتنضف بسرعة. تمام زي ما حضراتكم شايفين، هو مش كبير، حجمه صغير، بس طعمه لذيذ خالص. بعد ما شلنا الراس والديل وعملنا بالطريقة دي، أنا بقى نقيت كل الكبير حطيته في طبق لوحده، وهقول لكم هعمل ايه، منضفتش ده. جد بقى ده حطيتهم كده في المية وغسلتهم كم مرة بشوية ملح وشوية دقيق وشوية خل وعصرت ليمونة، شلت كل الزفارة بتاعته. بعد كده سيبته يتنقع حبة. ما نضفتوش هنعمل فيه ايه، هنخلله حاجة كده وهمي وخيال. السردين المخلل ده يتاكل بعد يومين. غسلته، بعد ما غسلته كويس أو حطيته في مصفى، حطيت عليه معلقة كبيرة ملح خشن، يعني كانت الكمية اللي معايا عبارة عن نص كيلو. معلقة كركم صغيرة، نص معلقة شطة بودر، وبس كده، ومعاهم معلقة زيت. ونقلب كل السردين مع بعضه. الطريقة دي بعملها من زمان قوي، بعد يومين بيتاكل ويبقى فل الفل. هنجيب بقى زي ما قلت لكم ملح وكركم وشطة، والشطة دي كعامل مساعد مادة حافظة، بيحافظ لنا على السردين علشان يقعد مسافة. لو انتي هتقعدي بعد تقعدي السردين بعد يومين، تحطيه على طول في كيس في الفريزر، تحبي تاكليه تطلعيه يفك وهتاكليه بعد يومين. واحنا في الصيف لازم يحصل كده، تحطيه في الفريزر مش في التلاجة. بعد بقى ما قلبنا الزيت والملح الخشن والكركم وشوية الشطة، زودت شوية شطة كمان، لقيتهم ايه حبة صغيرين. بعد كده اي برطمان عسل عندك، برطمان مربى، وترص السردين الحلو ده جوه البرطمان. ما عندكيش برطمان، كيسة بيضة وترص السردين فيه بالطريقة دي، لا هتقلبيه ولا هتتعبي فيه، هما يومين وهتاكليه. تمام. بعد كده بقى حطيته في البرطمان اللي معانا ده، وهنحطه بعد كده في كيسة سودا، والبرطمان نضيف
ما فيهوش لا مية ولا أي حاجة خالص. حطيت الكمية اللي معايا جوه البرطمان وقفلت عليه كويس قوي. بعد كده حطيته في كيسة وربطته كويس قوي وحطيته جوه العلبة أو في حتة مكان بعيد عن إيد العيال. تمام. هو بعد شوية هتلاقي ريحته غيرت لأن السردين ضعيف وممكن تاكليه تاني يوم. يعني احنا في الحر هناكله تاني يوم إن شاء الله. ناخد بقية الخلطة نحطها جوه السردين ونلخبط الخبيط جوه البرطمان ونقفل عليه. لما نيجي ناكله هنقوم مطلعينه شاطفينه تحت الحنفية شطفة خفيفة يشيل الملح عنه. هننضفه من الدماغ، هنشيل الدماغ كده ونقوم اخدين العضماية نعصر بقى الليمون وشوية خل وكلي أحلى سردين مملح من إيد سو. حاجة كده وهم وخيال. خلاص ملحناه، نغسل ايدينا ونجيب الكيس علشان نلبس البرطمان. قبل بقى ما تلبس البرطمان قماشة نضيفة تمسح البرطمان وتربطي الكيس كويس قوي وتحطيه في كيس كمان علشان الريحة ما زود لناش في البيت. السردين بقى المتنضف صفى خالص من ميته وبقى قشطة القشطة. 4 فصوص توم، ملح، كركم، بهارات السمك، معلقة هريسة من اللي كنا عاملينها مع بعض فاكرينها، وهحطلكوا الفيديو فين في صندوق الوصف. وبعد كده هنحط شطة بودر وندق في الهون ومعانا بهارات السمك وندق في الهون الخلطة دي. بعد ما هندق الخلطة بقى هنجيب السردين وهنقوم ملخبطين الخلطة دي مع السردين. احنا ملحناه وحطينا بهارات السمك معانا، وبهارات السمك دي بتحتوي على كركم، زنجبيل، كمون، وكمان كزبرة ناشفة. ونقلب كل ده مع بعضه ومعاه بصل بودر وتوم بودر. هنقلب ده ونسيبه في التلاجة 10 دقايق يشرب من التشريبة وكمان التتبيلة تلبق فيه. ونغطيه قبل ما يدخل التلاجة. شوية دقيق، شوية ملح، شوية كركم علشان لونه يبقى دهبي. عودي نفسك وانتي بتحمري السمك حطي رشة كركم على الدقيق علشان يدي السمك بعد كده ريحة حلوة ولون مصفر دهبي كده وخطير. بعد ما هنعمل كل ده هنسخن الطاسة وهننزل ب3 سمكات مشبوكين في بعض كده أو سمكاية سمكاية ونوسع كده لبعض وما تسحميش الطاسة قوي علشان ما يلزقش في بعضه ومش هيطلع مقرمش معاكي. حلو قوي كده. ما تمليش الطاسة. أنا زي ما قلت لكم نضفنا السردين وغسلناه بعد كده حمرناه بالطريقة دي هيطلع معاكي مقرمش، هيطلع معاكي كويس. النار بتاعته متوسطة لا عالية قوي ولا توطي قوي. الرز طبعا بالشعرية خطير الخطير. بعد كده بقى هنطلع السمك ده على مصفى علشان يصفي كل الزيت بتاعه. هنقلبه الأول من فوق لتحت كده علشان ياخد من الوشين اللون الحلو اللي انتوا شايفين ده. الرز خلص وكمان السمك لون ذهبي خطير وبيقرمش كمان. نرش رشة خل ونص ليمونة وشوية بهارات السمك فوقه هيدينا بقى طعم وريحة بقى. جربوه وادعولي. الرز ابو شعرية بينفع معانا في دمياط في جميع الأكلات اللي بنحبها. جربوا السردين ده وادعولي. جنبه بقى طبق سلطة حلو أو طبق مخلل واليوم عدى ببركة بسم الله. أكلنا والحمد لله. ولادي شبعوا والحمد لله. أهم حاجة النفس الراضية. بعد بقى ما خلصنا نقوم نشوف بيتنا. العيد على الابواب فاحنا عايزين بقى نشوف اصغر مطبخ في العالم مطبخي. عايزين بقى عينين البوتاجاز نغسلها. هناخد نص صابونة مستعملاها ونجيب انبوبة المعجون في لترين مية على النار بيغلم. هنبشر الصابونة وننزل بأنبوبة المعجون الفاضية بيبقى فيها بعض حاجات كده. لو ما عندكيش حط معلقة معجون كاملة ومن غير أي حاجة خالص. هننزل بالعينين جوه الحلة وهي بتغلي يا دوبك تطلع رغاوي تطفى عليها. تاخدي بقى من السائل ده وترش على البوتاجاز وعلى الحوامل وعلى الحيطان كمان. ولو عندك شفاط اغسليه بالطريقة دي لا هيتعبك ولا هيحصل أي حاجة.
جيت بقى اروح اشتري حاجة علشان البلاط والسيراميك، لقيت باور ده حلو قوي. ايه ازازتين دول ب15 جنيه. نجيب حتة سلكة ونلفها على المساحة علشان اختكم قصيرة، فعملت الطريقة دي خليتها لي فل. نرش الباور ده على الحيطان ونمشيها بالطريقة دي، وبين الفواصل هنعمل الطريقة دي. شلت أي حاجة من على الحيطة بعد كده ونقعتها بنفس السائل اللي أنا نقعته عينين البوتاجاز. لا حطيت كربوناتو ولا حطيت أي حاجة. كانت عينين البوتاجاز بتاعتي ستانلس ستيل وكانت حلوة قوي. جالي فكرة إن أحط نشادر مع كلور وأنقع العينين. العينين غمقت بطريقة صعبة. سيبكوا بقى من الاختراعات والمساحات الجديدة، مفيش أحسن من القماشة أو الفوطة. اديت شوية سائل كده على القماشة دي، لفتها على المساحة ومشيت بقى على المطبخ داير الميدور، خليته فلة بيلمع كده. بعد ما غسلته بالباور ودعكته بالسلكة الناعمة، شايفين بيلمع ازاي؟ لا افتكاسات ولا اشترينا أي منظفات من بره. يعني هو الباور الإزازتين ب15 جنيه، وعملنا السائل السحر ده. لسه ما دعكتش. والعينين عملت ازاي؟ بدأت تفتح ازاي من الجناب، علشان الخلطة دي حلوة قوي. وحتى المسكات دي غسلتهم. نمسك نفس السلكة اللي كنا بنغسل بيها، هنمشي كده على العينين. شايفين من غير ما بدعك قوي العينين بتطلع معايا ازاي؟ ما عملناش حاجة. كلنا بيبقى باقي علينا صابون اللي هو صابون ابو ريحة، بجمعه في كيس، وبعد يبقى حبة كتار كده بخترع له كل الاختراعات. وبرضك فاكرين الفيديو اللي عملت مكعبات السحرية للغسيل؟ هسيبهولكوا برضو في صندوق الوصف. مسكت بقى البوتاجاز بالسلكة، خليته فل بنفس السائل. شايفين المنظر؟ ما حطيتش عليه أي باور، خليته بيلمع. والعينين كل السواد والهباب مشوا منها خالص. واستقفلت العيد كده ببوتاجاز الجميل، وخلي ايدك فيه على طول. ولمعته ولمع الإزاز خليته فلة. وكمان الحوض والرخامة دايما ايدك عليها بسائل صابون وبس. خلصنا المواعين ولمعنا حوالين البوتاجاز، وغسلت الرخامة والألمونتال كله بنفس الخلطة اللي عملتها. بشرت نص صابونة أو بواقي أي صابون عندك. بعد كده مسحت بيه الألمونتال وكمان البوتاجاز، ومسحت الأرضية، وخلصت الحيطان بقت فلة لاستقبال العيد. شايفين بقى النظافة؟ الماسورة دي كل اللي سألنا عليها. أنا بلفش المواسير الغاز بفويل، دي ماسورة الغسالة. تمام؟ اوعدوني لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير والتعليق الحلو منكم، ودعوة حلوة منكم ولكم بالمثل يا رب العالمين. رصيت الحاجة بتاعتي اللي بستعملها على طول في ايدي على جنب، الباقي عنده في المطبخ. فرشت السجادة بعد ما غسلتها ولمعت البوتاجاز. يلا أسيبكم بإذن الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.